صديقي الصدوق، عامل ايه يا صديقي؟ ازيك وازاي عيالك؟ هيا بينا نبدأ الفيلم ام سنرغي كتير. بيبدأ الفيلم مع جيتا واخوها بيخشوا على اريان اوضته وبيكون في سابع نومة علشان ياخدوا بصمته على وثيقة جوازه علشان رافض موضوع الجواز خالص. بعدها بينزلوا تحت لجده بيقول لهم خلاص مفكرين انكم دبستوه في الجوازة، يعني ما هو ممكن يهرب ويسيب البيت ويمشي. فابنه بيقول له يعني نعمل ايه يا حاج؟ اريان كبر ومفيش واحدة في البلد عاجباه، وبيقول له ما كانش قدامي خيار تاني غير كده. بعد شويه بيصحى اريان وبيقول لهم انتوا لابسين ومتشيكين في وقت متاخر ليه كده؟ فبيقولوا له هتعرف قريب. وبيكون اخر واحد عارف ان فرحه النهارده، فبيقول لهم مين دي؟ بيقولوا له مراتك يا اريان. بيقول لهم مش هتجوز برضه. فابوه بيقول له لا اتجوزت يا حلو وبصمتك كمان اهي. فبيروح علشان يشوفها فبتسيبه وبتجري على اوضته. فبيروح وراها وبيقول لها شيلي يا بنت الغطا ده كده، فما بترضاش. بيشيله هو بالعافيه وبيطلع روبوت في الاخر يا صديقي. وبنعرف ان كل ده كان حلم، وبيصحى من النوم مخضوض، وبيكون التعامل معاه صعب شويه، وعلشان كده مفيش شغاله بتقعد عنده يومين. اريان بيكون مهندس روبوتات. فميرا بتقول له صباح الخير يا اريان، هتكون فاضي النهارده نخرج سوا بعد الشغل؟ بيقول لها بتعرفي تلعبي كريكت الاول؟ بتقول له اكيد وبحبها كمان. فبيقول لها معلش مش هعرف اجي النهارده علشان مونتي مسك في مراته واتخانقوا سوا، وانا هروح اصالحهم على بعض. فمونتي بيقول له انت مخك ايه يالا، حد يرفض قشطه زي ميرا؟ بيقول له يا عم ده بنتي كدابه وعايزه تبان انها زيك بالظبط طول الوقت. بيقول له يا اسطى ما ممكن بتحب البساطه وخلاص. بعد كده بيروح الشركه علشان يعمل اختبار لروبوت بحيث يعني يكون مساعد لدكتور علشان يدوا حقن وكده، وعلى طول بيدي الحقن للراجل واريان بيقول له تمام يا باشا. بعدها بيروح يحضر اجتماع مهم في الشركه بيكون بقياده اورميلا الرئيس التنفيذي لمجموعه شركات اي روبوت. خلي بالك يا صديقي هي بتكلمهم فيديو علشان هي مش في الهند، بتكون في امريكا، واورميلا بتكون عمه اريان اصلا، وهي كمان نفسها يتجوز، وقالت له تعالى ليا امريكا علشان تشوف مشروع الجديد هنا. فما بيصدق وبيروح لها على طول. خد اول طياره هناك ووصل للشركه اللي فيها عمته اورميلا، وبيكون اول مره يدخلها، وبيتفاجئ ان في عدد روبوتات كتير جدا. اورميلا بتروح له بتاخده بالحضن، بتقول له ايه رايك بقى في شغلي هنا؟ كله عباره عن روبوت. وبتقول له ايه رايك في الروبوت ده؟ قوي وسريع جدا وكل الموظفين عندي روبوتات. بيقول لها يا عمته والله كويس ما بتدفعش ولا روبيه من جيبك. وبتقول له تعالى معايا، وبتوريه مكتبها وبتقول له ايه رايك؟ بيقول لها جامد يا عمته. وبتقول له انا رايحه بلجيكا لمده يومين وجايه على طول. بيقول لها طب وانا؟ بتقول له انت اللي هتكون مكاني هنا لحد ما ارجع، ويلا روح على البيت. لسه بيلمس الباب بيلاقيه اتفتح يا صديقي، بيلاقي واحده اسمها سفرة. بتقول له ازيك يا ريان؟ بيقول لها انت عارفاني؟ بتقول له اكيد. فبيقول لها انت هنديه ولا ايه؟ بتقول له يعني نص هنديه ونص امريكيه، ولكن انا بتكلم بكل لغات العالم. ده انت مش طبيعيه بقى. وكل معلومه عن اريان بتكون عارفاها يا صديقي، زي اكلته المفضله وحاجات زي كده، وبيكون عندها لياقه وقوه بدنيه عاليه جدا. بعدها اريان بياخدها على الموتوسيكل وبيلف بها شويه، وبيقول لها كلام هندي وهي ما بتعرفوش علشان بتكون عباره عن كلمه اختصار لجمله كامله، فاهم يا صديقي؟ فاكيد مش هتعرفها. وبيفضل يقول لها كلام هندي باللغه العاميه هناك ما يفهمهاش غير هند اصيل. فبيدي لها سيجاره وبتاخد نفس وما كحتش من الدخان ولا حصل لها اي حاجه، رغم انها اول مره تشرب فيها سجاير. وكل ما يديها خيارين تقول له على الخيار التاني على طول. وبيغنوا وبيرقصوا سوا وبيقضوا ليلتهم مع بعض هما الاتنين. بيجي تاني يوم وبيكون صاحي ومزاجه رايق، وعمته بتكون وصلت من السفر وبتساله على سفرة، فبيقول لها انها نايمه. فبتستغرب منه وطلعت تشوفها ما لقيتهاش في اوضتها. فحاولت تدخل اوضه اريان فبيمنعها في الاول، ولكنها بتدخل في الاخر. فبتلاقي سفرة نايمه على سريره، فبتوصل فيها الشاحن وبتقول له ان بطاريتها خلصت. وهنا بيتصدم اريان علشان اللي نام معاها امبارح وقضى معاها اليوم كله بتطلع في الاخر روبوت يا صديقي. مش انا قلت لك يا صديقي انها مش طبيعيه لما قالت له بتكلم بكل لغات العالم؟ وطبعا اريان كان متضايق جدا. فعمته بتقول له ان ده في الحقيقه كان اختبار علشان تشوف هل الناس هتعرف ان ده انسان ولا روبوت. والاختبار طبعا نجح، وانت يا اريان كنت انسب واحد للاختبار ده لانك شاب اعزب اولا، وتاني حاجه انت مهندس روبوت اصلا. وبتقول له ان سفرة بتقدر تترجم اي تعبير وش وكده، وعلشان كده ما حسش انها روبوت لانها كانت فاهماه. بعد كده سفرة بتروح له وبتقول له شكلك كده زعلان، وحاولت تعمل له اي حاجه تفرحه لكنه بيكون لسه مصدوم فيها علشان هي روبوت. بعد كده بيقعد مع عمته على الاكل وبتعرفه ان سفرة بتمثل انها بتاكل اصلا ولكنها بتحتفظ بالاكل زي ما هو. بعدها بيجي الليل وبيروح لسفرة وبيتاسف لها على سلوكه معاها وانه كان مصدوم لما عرف انها روبوت. فبيجي الصبح وبيقرر انه يسافر. فعمته بتحاول تقعده معاها ولكن بيقول لها مش هقدر لاني للاسف بدات احب سفرة وتعلقت بيها جدا رغم اني عارف انها روبوت. وبعدها بيرجع للهند تاني وبيقابل مونتي صاحبه، ولما بيشوفه زعلان بيحاول يتكلم معاه، ولكن اريان ما بيكونش عايز يتكلم خالص، بس ورا له صورة سفرة. وروحوا البيت وكملوا شرب وهم سكرانين. اريان بيقول لمونتي ان سفرة روبوت. تاني يوم مونتي بيقول له انت ما لاحظتش ازاي؟ فبيقول له ان ملمسها ملمس انسان بالملي. وبالليل بتجيله رسالة من عيلته بيقولوا له انهم شافوا له عروسة ولازم ينزل دلهي علشان يشوفها. فوافق وراح لهم وقعد مع العروسة، وكان مبين انه مبسوط وفرحان جدا. وبيبقوا خلاص حددوا الخطوبة بعد يومين. وبيتصل على عمته بيقول لها كان نفسي تيجي الفرح بتاعي. فبتقول له هجيلك الصباحية وخد كلم سفرة عايزة تبارك لك.
وصفر بتقول له ازيك يا اريان، مبروك على العروسه الجديده، وبتكون زعلانه جدا يا صديقي. فامه بتقول له انجز يا ابني الناس مستنياك، فبيقول لها جايلك، واللي جايلك بيسيب الفرح ويهرب يا صديقي. فبيروح يتصل بعمته بيقول لها عامله ايه، المهم ممكن تبعتي لي الروبوت اللي عندك دي على الهند اختبرها وسط العيله يعني، واشوف هيعرفوا انها روبوت ولا لا. بتقول له تمام هبعتها لك بكره، وفعلا بتبعتها له متغلفه كويس يا صديقي، وبيفتح الصندوق وبيشغلها، وبتقول له انت وحشتني قوي. بعدها بيوصلها على اللابتوب بتاعه وبيحمل عليها كل البرامج بتاعته، وبيقول لها انت كده اي مكالمه هتيجي على موبايلي انت هتعرفيها. فبتقول له انا عارفه عنك كل حاجه من غير موبايلك اصلا. بيقول لها زي ايه يعني؟ بتقول له زي انك بتشخر وانت نايم. بيقول لها احيانا بس بكون نايم تعبان. بعدها بيتصل بامه بتقول له انت فين يا جزمه؟ بيقول لها ما تخافيش يا ست الكل، انا خلاص لقيت فتاه احلامي وهي معايا اهي. بتقول له ايه ده انت بتهزر؟ صفر بتقول لها هزر معاك ليه يا وليه يا جزمه؟ اريان بيقول لها ما تاخديش على كلام يا ست الكل، اصل دي من امريكا والشتيمه عندهم عادي وكده. فبتقول له هاتها وتعالى يا ابني حالا. بعدها بياخدها لصاحبه بيقول له بتهزر دي بشر يا عم. بيقول لها سلمي عليها صفرة، بتسلم، شد عليه بتجيبه على الارض. وبعدها بياخدوها نيودلهي في الصندوق، ولما بيوصل بيها البيت بيلاقي الكل مستنيهم وفي منتهى الصدمه من جمال صفرة. بتقعد معاهم وبتتعرف عليهم كلهم، وبتقول لابنها تسلم عينيك اللي اختارت واحده زي صفرة يا ابني، بس ازاي هنروح كلنا امريكا علشان نخطبها لك؟ بيقول لهم يا جماعه بصراحه صفرة يتيمه اصلا. كفته بيقول له دي احسن حاجه. ابو رام بتقول له ما تلم لسانك بقى يالا. بيقول له مش قصدي انها تتخطب هنا، لا هنروح ولا هنيجي. بعدها اريان بياخدها على اوضته بيقول لها موافقه؟ بتقول له موافقه على ايه؟ بيقول لها على جوازنا. بتقول له انا فاكراك بتهزر. بيقول لها لا هتجوزك بجد، انت موافقه؟ بتقول له بس دي اول مره في التاريخ انسان يتجوز روبوت. المهم في الاخر بتوافق يا صديقي. تاني يوم بييجوا يجربوا اكلها، وبتخش المطبخ وبتطبخ وبتبدع فيه جدا. فام اريان بتروح تبص عليها وبتقول له هي ازاي بتطبخ بايدها الاتنين؟ بيقول لها لا بتهيالك، تعالي بس معايا تعالي. وفي خلال نص ساعه كانت جهزت لهم وليمه محترمه يا صديقي، ما بيكونوش مصدقين ان الاكل حلو قوي كده. فامه بتقول له احنا مش هنستنى اكتر من كده يا ابني، انت تروح تخطبها النهارده وتتجوزوا بعد بكره. وفعلا بعدها بيخطبها وبيخلصوا حفله الخطوبه. فجده بيقول له معلش يا اريان يا ابني انا بقالي شهر عايز ابعت 400,000 لعم الكشري بتاع الارض ومش عارف اروح البنك. فاريان بيقول للصفرة حوالي 400,000 لعم الكشري بسرعه. فبتقول له تمت العمليه بنجاح. وبتقول له الساعه 12 النهارده عيد ميلاد عمتك. بيقول لهم ذاكرتها حديد ما بتنساش اي حاجه، هروح اكلمها انا بقى. وفي وسط القعده بتكون فصلت شحن، فافتكروا انها ماتت لان طبعا مفيش نبض. فاريان بياخدها ويجري علشان يشحنها، وبيروحوا يطمنوا عليها بيلاقوها كويسه. وبعدها شيروتي قعدت معاها ومستغربه علشان ما عندهاش لا فيس ولا واتس ولا انستا ولا اي حاجه من مواقع التواصل الاجتماعي. وصفر بتقول لها معلومات عن البرامج دي وارقام معقده فيها، فشيروتي بتخاف منها وبتسيبها وبتمشي. وبعدها بيجي الليل وبيقعد اريان وبيسكر مع جده وعمامه. ولما خلص سهرته راح لاوضه الصفرة وهو مش شايف قدامه، فبتقول ان في برنامج شحن سريع ليها هتحمله. فقال لها ماشي وهو مش مركز معاها اصلا. وبيصحى تاني يوم بيلاقي نفسه بايت في اوضتها، وبيقول لها نهار اسود انا ايه اللي جابني هنا؟ فبتقول له انت مين اصلا؟ بيقول لها نعم انا اريان يا بنت انت. بتقول له اريان مين؟ فبيروح يجيب اللاب بتاعه وبيمسح البرنامج اللي حملته وبيفصلها خالص وبيشغلها تاني. بعدها لقى الذاكره رجعت لها تاني. وتاني يوم بابو ابن عم اريان الكره بتاعته وقعت عند اوضه صفرة، فبيروح يجيبها وبيشوف صفرة قاعده بتشحن. فبيقول لها ايه الضوء اللي عند اوضتك ده؟ فبتقول له انا بشحن علشان انا في الحقيقه روبوت. وبابو ما بيكونش مصدق اللي بيسمعه اصلا، فبيدخل اوضتها وبيقتنع من خلال الشاحن اللي في ايديها، وبياخدها وبيطلعوا فوق السقف. فاريان بيلحقه قبل ما يعمل حاجه غلط، وفضل يزعق له ويضرب فيه، وامر صفرة انها تشيله بقوتها وترميه من فوق السطح. واريان بيهدده انه لو قال لحد ان صفرة روبوت هيخليها ترميه من نفس المكان ده. بعد كده بيجي يوم الخطوبه وعمته بتقول له انت هتتجوز صفرة بجد؟ قال لها بالظبط. فبتقول له ده اكيد مجرد اختبار وخلاص. واريان بيقول لها بالنسبه لي ما كانش اختبار وانا هتجوزها مهما حصل. وفي وسط البنات قاعدين بيغنوا وبيرقصوا فجاه جدهم بيتعب، فركبوه في العربيه وخدوه للمستشفى. وشويه والدكتور طمنهم على حاله جده، وقال لهم 2 من قرايبه يدخلوا كل شويه يطمنوا عليه. وبيجي دور اريان وصفرة واطمن على جده اللي ما طولش كتير في المستشفى، وبيخرج علشان يحضر يوم الفرح. بعدها بيجي الليل ومونتي بيحاول يقنع اريان ان صفرة مجرد روبوت وما عندهاش مشاعر اصلا، هي بس بتنفذ الاوامر. بس اريان خلاص بيكون خد القرار انه يتجوزها. وبعدها العيله كلها بتحضر ليوم الفرح وهم فرحانين ومبسوطين ان اخيرا ابنهم اريان هيخلصوا منه ويتجوز. وكل ده ولسه ما يعرفوش انها روبوت. والبنات بيلبسوها فستان الفرح، وبمجرد ما بيخرجوا بتوصل الشاحن يا صديقي علشان ما تفصلش وسط المعازيم يعني وكده. ولكن مره واحده النور بيفضل يضعف وبيضعف لحد ما بيعمل لها خلل في السيستم بتاعها. واريان بيكون بيجهز نفسه ومره واحده عمته بتخش عليه بيقول لها ازيك يا عمته جيت امتى؟ بتقول ايه الزفت اللي انت بتعمله ده؟ هو ده الوعد اللي انت اديتهولي؟ هي دي التجارب اللي انت
تعملها يا اريان؟ انت كده غدرت بيا وسرقت اختراع يا ابني. الاختراع ده انا شغال عليه انا وفريق من 16 سنه فاتوا، وصفرة بتاعتنا احنا مش بتاعتك، انت فاهم؟ انا هاخد صفرة. بيقول لها عندك حق يا عمته، بس ممكن اتكلم معاكي دقيقتين بس؟ بتقول له كفايه يا اريان. بيقول لها معلش بقى اسمعيني، هقعد معاكي دقيقتين بس. بيقول لها فاكر لما قلت لك ان شخص في حياتك لو سابك هتبقى حياتك ناقصه من غيره؟ ما كانش عندك اجابه وقتها، بس انا عندي اجابه يا عمته. هي في الحقيقه صفرة. انا عارف بالنسبه لك هي مجرد روبوت ممكن تعملي 100 واحده زيها، لكن بالنسبه لي انا هي كل حاجه في حياتي يا عمته. وبيوعدها انه هيحافظ عليها كأن عمته هتكون حماته يا صديقي. فبتقول له انا موافقه يا حبيب عمته، ولكن ربنا يستر على اللي بيحصل من صفرة بره. بتخرج بره بنت اخت اريان بتقول لها على فين يا عروستنا؟ بتقول لها انا رايحه فرح اريان. تقول لها مالك بتتكلمي كده ليه؟ فبتقول لها عندي خلل في السيستم بتاعي ولازم حد يصلحني حالا. البنت بتخاف منها وبتروح جري لخالها اريان، بتقول له الحق صفرة شكلها شاربه حشيش. كلامها كله تخديش. بيروح لها جري ولكن بيلاقيها اختفت من البيت خالص يا صديقي. فبيروح لعمته بيقول لها ها راحت فين؟ بتقول له شريحتها باظت ومش ظاهره معايا على السيستم. وصفرة بتكون راحت اسم الشرطه وبتقول للظابط عايز اقدم بلاغ في اريان. بيقول لها بتهمه ايه حلوه؟ بتقول له كل الاكل بتاعي وقال لي لما كنت في امريكا لو كلت الاكل بتاعك روح قدمي بلاغ للشرطه، وانا دلوقتي جيت علشان ابلغ اهو. الظابط بيستغرب منها ولكن بيعمل لها المحضر وبيقول لها اديني رقم تليفونك. فبتدي له رقم اريان. بيقول لها اديني رقم اللي انت مقدمه فيه البلاغ. برضه بتدي له رقم اريان. فالظابط بيتصل بيه وبيقول له في بنت هنا جت قدمت فيك بلاغ علشان كلت الاكل بتاعها. بيقول لها هي عندك؟ فبيقول له لسه ماشيه من شويه. فبيروح جري على اسم الشرطه، ولكن صفرة بتحضر في الفرح وبتدخل على الولايه دي وبتلسعها هوبا يمين وهوبا شمال وبتكمل نوش. عمة اريان بتقول لها صفرة افصلي نفسك حالا. بتقول لها تمام بس خلص الاوامر اللي في القايمه عندي الاول. بتكمل وبتروح ترقص رقص مش محترم خالص يا صديقي، وبتبص يمين وشمال وبتفتكر كلام اريان لما قال لها ارمي الواد ده تحت، وفعلا بتروح وراه ولكن اريان بيمسكها. بتقول له سيب ايدي. بيقول لها انا المسؤول عنك وانا اللي هوقفك يا صفرة. بتقول له سيب ايدي بقول لك اخر مره. بيقرب من رقبتها ولكنها بتخبطه بكوز التلج وبتوقعه على الارض، واهله بيروحوا جري عليه وصفرة بتروح لبابوه وبتجرجره من رجليه وبتاخده على السطح وما بتفكرش وعلى طول بترميه لتحت. بينزل على الكنبه بتكسر عظمه خالص يا صديقي، واريان بيكون في منتهى الغضب. وصفرة بتفتكر كلام اخت اريان لما قالت لها انت بجمالك ده هتولعي في دلهي، وعلى طول بتجيب الخشبه المولعه دي وبتولع في الفرح كله. فجد اريان بيقول لها ليه كده يا بنتي كل ده؟ بتقول لا دي حاجه بسيطه انا لسه هولع في دلهي كلها. اريان بيروح لها ومعاه السيف ده وبيكون في منتهى الغضب منها يا صديقي، وبيخبطها بيه وبيبوظ لها وشها وبيخبطها خبطه كمان بتفصل خالص. وساعتها الكل بيعرف انها روبوت وبيكونوا في منتهى الصدمه، واريان بيفتكر ايامهم سوا وبيكون زعلان جدا عليها يا صديقي. وبعد 3 سنين عمته بتروح تقدم المشروع بتاعها وبتقوله ان ده من عجائب الدنيا، وبتقدم الروبوتات اللي اخترعتها كلها ومن ضمنهم صفرة. فالكل بيسقف لها، والبت الجامده دي بتروح لاريان بتقول له اريان انا سمعت عنك كتير. بيقول لها ده شرف ليا طبعا. بتقول له بصراحه انا مش لاقي شخص مناسب ليا كانسان بشري، فقلت اجرب مع ريبوت لانها برمجه زي ما انا عايزه بدل ما اخد واحد بشري وتعبني معاه تاني. وكل ده وصفرة بتفضل بص على اريان يا صديقي، والبنت مكمله وبتقول له انها دورت كتير وما لقيتش فتى احلامها في البشر. بيقول لها لو دورت كويس هتلاقي اللي يناسبك صدقيني، بس مش هتلاقي فيه كل الحلو. اهم حاجه الحلو يكون اكتر من الوحش لان مفيش انسان كامل. لكن لو خدت روبوت عندك حق كل اللي عايزاه فيها هتلاقيه موجود، لكن في الاول والاخر ده مجرد روبوت. هتنبسط في الاول لكن بعد كده هتمل منه، واي غلطه في السيستم بتاعه هيحرق لك بيتك انت واهلك، وممكن يأذي حد من اهلك كمان. وبيقول لها الاحسن ليكي دوري على بشر وما تزهقيش. وبتقول له تسلم وبتمشي يا صديقي. صاحبه بيقول له طول ما انت بتتكلم مع البت دي يا اسطى صفرة كانت عماله تبص عليك والغيره كانت هتاكل وشها. بيقول له يا عم دي برمجه بس مش حب يعني. فبيقول له يا غبي ما هم مسحوها من برمجتك اصلا، يعني المفروض ما تعرفكش خالص، يعني دي مش برمجه دي مشاعر وحب بجد. فبيقول له اه صح، وبيبص عليها بيلاقيها لسه بص عليه يا صديقي، بتضحك والكاميرا بتقفل عليها. وبكده الفيلم خلص. اللي كتب الفيلم ده انا، واللي سجله انا، واللي منتجه انا، واعوذ بالله من كلمة انا يا صديقي. ما تنساش الاشتراك واللايك وكومنت حلو تشجعني فيه، وشير بقى لو حبيت، واشوفك الفيديو الجاي بالسلامة.